بسم الله الرحمن الرحيم. أخطر كتاب في العالم كتاب شمس المعارف. أهلا بيكم في الحكاية بالبلدي. كاتب الكتاب هو الشيخ أحمد البوني. توفى الشيخ أحمد البوني سنة 622 هجريا، وهو مؤلف كتاب شمس المعارف ولواطف العوارف. الكتاب عبارة عن مجموعة من القصص، كان مجمع، تجميعة مش كاملة، أو مش كان مجمع بالتفصيلة اللي اتجمعتها سنة 1985. دي كانت أول نسخة مجمعة من الكتاب، وهي عبارة عن 577 صفحة. الكتاب بيتكلم عن 40 فصل، كل فصل له أعمال سحر معينة ليه، بأرقام معينة، بحروف معينة. أحمد البوني أصله جزائري، ولكنه عاش في مصر ومات في مصر. السحر اللي في الكتاب عبارة عن حروف وأرقام وأسماء غريبة، ثم أسماء الله الحسنى مكتوبة بس بطريقة مختلفة. وده يدل على ان الكتاب كتاب سحري، بيتكلم عن السحر، وبيتكلم عن ازاي اضر الانسان عن طريق السحر. الكتاب ناس كتيرة قالت ان اعمال السحر اللي فيه دي كلها اعمال وهمية، ولكن البروباجندا اللي معمولة للكتاب معمولة علشان خاطر الكتاب يتباع وينتشر بطريقة اكتر او اكبر، لان كتاب ترجم لسبع لغات. طريقة المبيعات بتاعته طريقة مهولة، لأن ناس كتيرة جدا اشترته، فمن أعلى الكتب في المبيعات، ومن الكتب اللي مترجمة سبع لغات أو اللي هو يترجم سبع لغات، ده شيء برضو غريب. في ناس بتقول إن الكتاب ولا بيحكي على سحر ولا بيحكي على كلام من ده، دي كلها بروباجندا عشان الكتاب يتباع ويعمل أعلى إيرادات للبيع. وفي ناس تقول لك لا، ده الكتاب ده حقيقي بيحكي عن سحر وبيحكي عن الجان وبيحكي عن أسامي الجان مكتوبة فيه، أو بأرقام أو برموز معينة. المهم أو الخلاصة من الموضوع بتاع الكتاب، إن فعلا إن السحر مذكور في القرآن وربنا ذكره. فإحنا لابد إن إحنا نخاف من التقرب من السحر أو من الناس السحرة أو اللي بيعملوا سحر، لأن ده حرام في الدين أصلا. وعلى فكرة كل الأديان السماوية حرموا السحر، فلازم احنا كمسلمين او كعرب ان احنا يا ريت نبعد عن السحر وطريق السحر. ولو في اي كتاب او اي حاجة شبه ذلك عايزين نتكلم عنها، يا ريت تبعتوا لنا في التعليقات. وشكرا على المتابعة.